حلت الجزائر في المركز الثالث عربيا ضمن قائمة أقوى الجيوش العربية في تصنيف مؤشر جلوبال فاير باور لسنة 2023. وأصدر تقرير جلوبال فاير باور ترتيبه السنوي للجيوش الأكثر قوة في العالم العربي، كما أفرد مساحة لترتيب الجيوش الأكثر قوة في المنطقة العربية. وبحسب التقرير فقد حل الجيش الجزائري في المرتبة الثالثة عربيا بعد كل من الجيشين المصري والسعودي على التوالي. المؤشر الذي يستند إلى أكثر من عامل أبرزها القوة العسكرية والمالية واللوجستية وغيرها، حافظت فيه الولايات المتحدة الأمريكية على الصدارة متبوعة بروسيا رغم تعثرها في أوكرانيا، ثم الصين في المركز الثالث، بينما جاءت بعض الدول العربية في مراكز متقدمة في القائمة النهائية التي ضمت 145 دولة منها الجزائر. وبهذا تحتل الجزائر حسب التصنيف ذاته المرتبة السادسة والعشرون على المستوى العالمي بين 145 دولة يشملها الترتيب. وعلى المستوى القاري يأتي الجيش الجزائري في المركز الثاني إفريقيا بعد مصر 14 عالميا، كما أنه ثالث أقوى الجيوش العربية بعد مصر والسعودية. وتصدر الجيش المصري قائمة الدول العربية متبوعا بالسعودية ثم الجزائر، بينما احتلت باقي الجيوش العربية مراكز متفاوتة في التصنيف، فالذي شهد ارتقاء أوكرانيا ب7 مراكز كاملة. ويقول جلوبال فاير باور أنه يستخدم 50 عاملا لمنح الجيوش المواقع في الترتيب، كما أن يضع إشارة على مدى تقدم الجيوش أو تراجعها أو استقرارها في القائمة، مثل عدد القوات ومدى حيازتها للدبابات والقطع البحرية والطائرات المقاتلة وغيرها. ويعتمد التقرير ذاته في تصنيفه لترتيب القوات العسكرية في الدول 145 على عدد القوات العسكرية العاملة النشطة والمتاحة، كما يضيف في الترتيب النهائي قوة السلاح والقوة المالية إلى القدرة اللوجستية والجغرافية. ويقدم الموقع عرضا تحليليا للبيانات المتعلقة ب 145 قوة عسكرية. وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالميا، تليها الصين وروسيا والهند واليابان. هذا وحل الجيش الجزائري في المرتبة الأولى مغاربيا والثالثة عربيا وال31 عالميا في تصنيف موقع جلوبال فاير باور المختص في الشأن العسكري لأقوى جيوش العالم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.